فلسفة ليست للجميع. قالت لإحداهن: المنطق البحث العلمي يقول أن كل شيء حصل بتطور وملايير السنين تفعل فعلها لملايير المليار من أحادية الخلايا والمنتشرة في الكوكب في نفس الوقت. فكانت البساطة تؤول للتعقيد دائما وأبدا وباستمرار كالسيارات والماكينات الحالية. قلت لها: إذن أنت متحررة من كل القيود، لا وازع ديني ولا وازع أخرى أخلاقية واجتماعية، وهذين الأخيرين ليس بقوة الوازع الأول. إذن في أي ضرورة يمكنك أن تنزعهما كالبنطلون أولا ثم ما بعده تتخطينهما، ليس كالدين الذي يسلخ من الجلد. يا ليتني كنت مثلك، عندها سوف أعيش حياة ممتلئة وعاسلة. ما عساي أن أفعل. المشكل في طريقة تفكيري البنائية. لا يمكنني التخلص من تلك العقد إلا بالجص والرص. الآن أنا أترجاك أن تخلصيني من كل هذا وأصير مثلك، أتحرر وألهو وألعب، لكن ذهني مقيد بثلاث تساؤلات كثلاث ضروس في مفتاح. الأول مبدئي لنتعرف كيف يفكر كل منا، والثاني والثالث هما معا نهائيان. قالت: تفضل. قلت: السؤال الأول، أعطيني تعريف ماهية الوعي والإدراك. قالت ببساطة: في المخ هناك عمليات كهربائية لتخزين وتجميع المعلومات وفرزها ثم إرسالها أو إرسال بعضها من تلك هرمونية. إرسالها إلى أين؟ معلش لا نستعجل. عمليات كالأجهزة الإلكترونية الدقيقة والحواسيب. قالت: معقدة جدا. قلت: طبعا معقدة، وهل يوصل التعقيد إلى خلق الوعي في الأخير؟ كلها ذرات، وكل الذرات مشكلة نوويا من الهيدروجين. إذا توقفنا هنا ولم نتعمق، إذن وعينا أتى من نوع واحد من المادة وهو الهيدروجين، والجماد خلق الوعي. قالت: لم نصل بعد، ولكن الطبيعة خلقت كل هذه التعقيدات في الكون وهذه الأجسام، وكيف لا تستطيع أن تجعل ذلك الجزء البسيط كنقطة انطلاق الوعي بارتباطه مع أجزاء أخرى مشاركة؟ قلت: الشيء الذي أعلم أنه سوف يصلب تفكيرك كما فعلها معي. الغريب أن ذلك الشيء بالمنطق المحض هو أصعب بكثير من صناعة الكون بما فيه، ولربما لا يمكن المقارنة بينهما لأنهما شيئين غير متجانسين، ولربما الثاني هو ليس بشيء لكنه موجود. وإن تجمد تفكيرك كما قلت لك سابقا، ربما سوف ترى مخرج في نظرية الكم والحالية أن الوعي آت من هناك. لكن سؤالي: كيف ومتى صارت ذرات الهيدروجين تستطيع التواصل بتلك الأبعاد ليشكلوا وعي وحياة بكل بساطة؟ أعذري، لا داعي لن ندخل في تعقيدات تلك النظرية التي لا يستطيع فهمها العلماء بحد ذاتهم. السؤال الثاني: افتراضا أنا وأنت لا نموت أبدا، ولا نأكل ولا نتنفس، ولدينا سرعة تقارب سرعة الضوء إلى آخره، هذا افتراض مشروع في العلم، أليس كذلك؟ قالت: نعم. طلبت منك أن ترافقيني لنسافر في الكون. ضحكت. للبحث عن النهايات، ونحن نسافر لملايين السنين. البديهية أننا مفجوعين وندرك أن النهاية لا يمكن تخيلها أو وصفها، وأدرك أن الحواس الخمسة التي لدينا لا تكفينا ولا هي قوية لاستيعاب الأمر. قالت: لا أعلم، ربما ندخل كونا موازيا أو فرع لا نهائي له، أو أكوان أخرى، أو نجد نفسنا في نقطة التي انطلقنا منها، أو عائدين من جهة أخرى، أو مادة أو لا. قلت: سأفترض معك بعض الأمور. يمكن أن تكون خرسانة أو جرانيت أو بحر أو تسارة أو معطل. إذن ما زلنا لم نجد النهاية. يجب أن نحفر أو نفعل المطلوب. ولو افترضنا كما قلت كون أو دخلنا كوننا من جهة أخرى،
أو من نفس المكان، يعني أن هناك خطأ ما يجب أن نصححه ونعيد الكرة من جديد، ولدينا الوقت بلا نهاية. بديهياتكم أن أي معدلات تنتهي بلا نهاية في الرياضيات أو الفيزياء أو أي علم آخر إنها نظرية خاطئة تلقى على الفور بأنها خرجت من الإطار الفيزيائي المحدد لكم تفسيرها أو نواتجها على الأقل. وهناك جدل على عدم قدرة عقولكم على النهاية، وقلتم وتقولون أن العبقري كان يجب عليه فقط وضع معطيات جديدة معلومة أو خفيت عليه أمور لم تكتشف بعد، كما حدث مع نظرية كل شيء، وأن ضمان تلك النقاط سوف تعطي نواتج مقبولة علميا وموافق لعالمكم أو ممكن تخيل. أما بالنسبة للحق وليس للواقع، أنا تلك النواتج اللانهائية الصح لكن أطرافها في جهات لا يمكن لعقولنا لمسها سوف تعطي نواتج مقبولة علميا وموافق لعالمكم أو ممكن تخيل. أما بالنسبة للحقيقة وليس للواقع، أن تلك النواتج لا نهاية الصح لكن أطرافها في جهات لا يمكن لعقولنا لمسها أو تخيله. في الأخير هناك فشل ذريع في السؤال الثاني. السؤال الثالث: بما أننا كنا مصنوعين من ذرات الهيدروجين كلنا، وإن تعمقنا أكثر في بروتونات وإلكترونات ونيوترونات، تعمقنا أكثر في الكواركات، أو زدنا عمقا نصل إلى درجة فهم الحبال والنظرية الكونتية بأبعادها 11 و10، وكذلك الجرافيتون. نحن كلنا مختلفين، ونحن كلنا مختلفين، حتى التوأم لكل وعيه وإحساس بذاته وليس بذات أخوه المطبوع مثله تماما كما تقول، ولهم نفس تجربة حياة تقريبا، وعاشوا مع نفس الأم والأب والظروف رغم الاختلافات البسيطة. أنا أتساءل لماذا لا يقفز الوعي بينهما كشارات التلفزيون القديم القابض بين قناتين مختلفتين قليلا ترددهما، ولا أفهم كيف تتناطح النطاف داخل رحم المرأة وهم بالملايين من أجل أن تصل واحدة فقط، وهم طبعة واحدة كما تقولون. لنفترض وصلت نطفة غير التي أنا بدأت منها انطلاقتي، هل يكون موجود شخص آخر أو أنا؟ وهل بهذه الصفة أو بصفة أخرى؟ طبعا وخلقا. إذا من فضلك لم تجيبي على أسئلتي، أنا أتمنى أن أكون مثلك. إذا إلحادك بني على باطل بالمنطق ولو صدق، إذا هو دين جديد، وإيمانك بالإلحاد هو دين، لأنه غير مبني على العلم والحقيقة العلمية، وليس مؤسس على حسابات أو معادلات مقنعة. أنا آسف، رغم أني أؤكد لك أن هناك روح لا مادية طينية ولا ضوئية ولا حرارية ولا كهرومغناطيسية ولا شعاعية ولا إشعاعية ولا موجية، أي لا يمكن الأجهزة تحسسها تماما كنواتج لا نهائية التي ترمونها في القمامات. شكرا.